فتاة سودانية شاهدت الرعب الحقيقي في بئر مرعب ومخيف لأكثر من 40 يوما. قدمها أقرب الناس إليها قربانا للشياطين، إلى إبليس نفسه ليحقق له أمانيه ويتخلص منها. فعاشت في الظلام الدامس لا ترى كف يديها ل40 يوما وليلة، تصرخ وتبكي دون أن يسمعها أحد. وحينما وجدها أهل القرية بالصدفة كانت الصدمة المرعبة. كيف عاشت ل40 يوما دون طعام أو ماء؟ وما الذي وجده أهل القرية حينما أخرجوها؟ فكانت صدمتهما المرعبة. كيف عاشت وسط الثعابين والعقارب القاتلة؟ وكيف كانت نهايتها الحزينة المخيفة؟ إنها أم الشوايل، القصة الحقيقية المرعبة التي حدثت منذ سنوات قليلة وشهد عليها كل أهل السودان. وما حدث لها في النهاية كان فاجعة أحزنت الجميع وأبكتهم. فمن هي؟ وما هي قصتها؟ هي طفلة سودانية فقيرة عادية جدا تدعى ريا، تعمل مع والدها الفقير في رعاية الأغنام بقرية السودير السودانية. في أحد الأيام تعود الفتاة بعد رعايتها للأغنام، وحينما تقوم بعدها تكتشف الصدمة أن هناك 4 أغنام مفقودة من القطيع الذي يضم أكثر من 50 رأس. كانت الفتاة تعلم ماذا سيحدث، فوالدها شخص عنيف جدا ويضربها لأتفه الأسباب. فماذا عن ضياع 4 أغنام؟ انتظرت الفتاة قدوم والدها والرعب يدب في قلبها. هل سيقطع لحمها تقطيعا من الضرب؟ يعود والدها ويجدها تبكي بشدة مرعوبة. يحن قلبه ويسألها عما حدث، فتخبره بضياع الأغنام 4. وهنا يمسك الأب الذي جحظت عيناه بشدة من الغضب والجنون بعصا ضخمة جدا وانهال عليها بالضرب المبرح. لمدة نصف ساعة ظل يضربها بلا توقف، ولا حتى صراخها جعل قلبه القاسي يرق على فتاته الصغيرة ليصمت أخيرا، ليس رحمة منه ولكن من التعب والإرهاق من ضربه لطفلته. وهنا نطق الأب بشيء صادم مرعب، فأعطاها خياران لا يفكر فيهم إبليس نفسه. الخيار الأول: سيقتلها ضربا ويكسر عظامها تكسيرا. والخيار الثاني: سيعتق روحها ويجعلها تعيش، ولكن لن تعيش في المنزل وإنما في بئر إبليس الشهير بالقرية، وهو أحد الآبار المشهورة المهجورة في القرية، والذي يقال أنه بئر مسكون بالشياطين والأرواح. وطالما استخدمه السحرة في السودان في تحضير الجن والأعمال السفلية عن طريق ربطها في الثعابين السامة والعقارب ورميها في أسفل البئر. بئر مرعب طالما سمع الأهالي أصوات صرخات مرعبة وبكاء قادم منه. اختارت الفتاة الخيار الثاني مجبرة، فاختارت الحياة في جحيم البئر بدلا من أن تضرب وتكسر عظامها حتى الموت. اختارت المجهول بدلا من العذاب المرعب. فأخذها الأب وجرها في الليل، فكانت لا تقوى على المشي. وهنا وصل للبئر فحملها بقلب أسود قاس ورماها في بئر عمقه 40 متر. نعم، كما نقول لك، بئر بعمق بناية من 10 طوابق. كيف ستنجو الفتاة الصغيرة من هذا الارتطام المرعب؟ غادر أبيها وهو يعلم أنها لن تنجو أبدا من السقوط في بئر إبليس. مرت الأيام وكان والدها متأكدا من وفاتها، فبدأ يتحدث عن غياب طفلته، يبكي كالتماسيح عليها ويخرج مع أهالي القرية ليبحثون عنها في كل مكان، حتى أن أهل القرية تعاطفوا معه وتبرعوا له بالأموال. وأما الطفلة ريا فقد أنقذتها المعجزة الإلهية، فأثناء سقوطها ارتطمت بجذع شجر عالق في البئر وتمسكت به فخف أثر السقوط، فأنقذها الجذع الصغير من الموت المحقق. ولكن ما انتظرها في البئر كان أكثر رعبا،
فالثعابين والعقارب والتي كان يرميها السحار عبر الزمن تكاثرت وأصبحت بالآلاف حرفيا. فكانت الفتاة تجلس وسطهم وكأنها كائنا مثلهم، فلم يمسوها، وكأن هناك سر إلهي أمرهم بألا يأذوها بأي ضرر. تمر الأيام والأيام. كان هناك بعض الأطفال يلعبون بجانب البئر، سمعوا صوت ريا وهي تصرخ وتصرخ من داخل البئر. اقترب الأطفال مرتعبين من البئر ليتأكدوا من الصوت، وحينما تأكدوا من صوت الصراخ ارتعبوا وفزعوا. فكان أهاليهم يحذروهم من الاقتراب من بئر إبليس لما يحتويه من شر مرعب. هربوا وهلعوا وذهبوا لمنازلهم، فحكوا لأهاليهم ما سمعوا، فأمرهم الأهالي بعدم الاقتراب من البئر أبدا. وانتشر الكلام في القرية، وحذرت المساجد من الاقتراب من البئر لما يحتويه من شر مرعب. لم يقترب أي إنسان من هذا البئر طوال 40 يوم إلا شخص واحد، وهو شاب متعلم يدعى بعبد الخير. كانت لديه شكوك بسقوط أحد الأشخاص في هذا البئر، فخاطر واقترب من البئر وأخذ ينادي. وهنا سمع صوتا قادما من أسفل البئر، ولا يستطيع تحديد الكلمات التي يقولها الصوت. هرع وفزع عبد الخير للقرية وأخبرهم بما سمع، فأخبرهم أنه يظن أن الصوت يعود لإنسان وليس جن أو شيطان. فأقنع أهل القرية بالعودة معه وتفقد البئر، فاقتنعوا. وعاد بصحبة 30 شخصا من بينهم 5 شيوخ. وحينما سمع الأهالي الصوت القادم من أسفل البئر فعلوا شيئا لا يصدق، فخلعوا عماماتهم وربطوها في بعضها البعض، وصنعوا منها حبلا بطول 50 متر. وخاطر عبد الخير ونزل للبئر بنفسه بينما يمسكه الأهالي، إلى أن وصل وشعر بوجود الفتاة، فأمسكها ورفعها دون أن يعلم من هي بسبب الظلام الدامس. كان يشعر بحركات العقارب والثعابين التي كانت تغطي الفتاة، ولكنه لم يفزع أو يرتعب. وحينما خرج بالفتاة للنور كان المشهد المرعب. كانت الفتاة يغطيها الطين والثعابين والعقارب بشكل مفزع ومرعب يقبض القلب. كانت العقارب قد صنعت من شعرها الكثيف منزلا، والثعابين تتوغل في ملابسها وكأنها في جحورها. وعلى الفور قام الأهالي بقص شعرها وتغيير ملابسها وغسل وجهها، فاكتشفوا هويتها. فرحوا كثيرا ولم يشكوا للحظة في الوالد. ذهبوا إليه وأخبروه ابنتك على قيد الحياة. كانت مظاهر الصدمة والرعب على وجهه، ولكنه حاول التظاهر بالفرح فذهب معهم للمستشفى، فقد كانت حالتها سيئة جدا. وحينما ذهب وجد أفراد الشرطة يحققون معه، وقد أخبرتهم بكل ما حدث. تم القبض عليه وأنكر كل التهم، ولكن جميع الأهالي أكدوا أن الوالد دائم الضرب لابنته، فضلا عن قيامه ببعض أعمال السحر، وأنهم يعتقدون أنه قدمها قربانا للشيطان ليحصل على الأموال والثروة. وحينما تعافت الفتاة بعد أيام تقدمت بطلب رسمي صادم للشرطة، فطلبت منهم مسامحة والدها الذي كسر عظامها ورماها في بئر مرعب ومفزع تواجه الثعابين والعقارب والشياطين. لذلك أطلق عليها أم الشوائل، وهي كلمة تعني المرأة القوية أو الحضيضية. والآن السؤال الأهم الذي تسأله لنفسك: كيف استطاعت أن تعيش ل40 يوما دون طعام أو ماء؟ الإجابة صدمت الجميع حتى الشرطة والأهالي، وكانت على لسان الفتاة. كانت تقترب منها العقارب والثعابين وتنظر إليها، ولم تحاول أبدا الهجوم عليها. وبعد 3 أيام حدثت المعجزة، فكانت كلما تنام وتصحو فجأة تجد شخصا غريبا يرتدي الأبيض يشع منه النور الشديد بملامح غير واضحة. كان كل يوم يجلب معه حليبا طازجا جدا طعمه كالعسل وكأنه حليب من الجنة. فكانت حينما تجوع تنام خصيصا ليأتي إليها. من هذا الرجل وما هذا الحليب الحلو؟ لا أحد يعرف.
كان الحليب حلوا بشكل لم تتذوقه من قبل في حياتها أبدا، ولم ترى أبدا وجه هذا الرجل، وأنتم تعرفون بالطبع من هذا الرجل. كبرت الفتاة وعاشت حياة هادئة وتزوجت، ولكن بعد سنوات تموت فجأة بسبب مرض الصرع عام 2015. المرض الذي بدأت أعراضه تظهر عليها بسبب المحنة المرعبة التي عاشتها، لتكون نهايتها حزينة جدا بسبب وحش كان من المفترض أن يكون أقرب الناس وأحنهم إليها. لتكون هذه القصة أحد أغرب القصص المرعبة والحزينة في تاريخ الوطن العربي.